الناس اللي بتقعد تتكلم عن المعجزات دول مرضى نفسيين؟ لا 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 يا أنبا رافائيل، ليه كده يا أنبا رافائيل؟ وابونا ده عنده شفافية، والاخت دي مرجرجس بيجيلها، وواحد ينزل لك فيديوهات بيتكلم على العذراء ليل نهار، ومنهم كتير مرضى نفسيين. اوبا، ليه كده يا أنبا رافائيل تشكك كده في اخوانك في جرن المعموديه دي؟ حتى معموديه واحده، ليه كده يا أنبا رافائيل؟ زعلتني بجد. وطبعا ممكن الإنسان عادي غير الأنبياء والرسل والكتاب الكتاب المقدس يكون عنده نوع من الاستنارة الروحية اللي تخلي فيه إعلان ما يعلنه الله عن ذاته. عن ذواته بقى، لان انت نفسك مؤمن ان الله 3 ذوات. ده انت بنفسك ليك فيديو بتقول الحق المسيحي يكلفنا، الكلام ده عن اثناس رسولي في القانون الاثناسي، الحق المسيحي يكلفنا ان نعترف ان كل من الاقانيم بذاته اله ورب. يعني بذاته يعني 3 ذوات. كما أن الحق المسيحي يكلفنا أن نعترف بأن كل من هذه الأقانيم بذاته إله ورب. بذاته اله ورب. فانت عندك 3 ذوات، ازاي بيكشف عن ذاته؟ لا يكشف عن ذواته. بالله عليكم انا غلطان؟ بالله عليكم مش هما 3 ذوات؟ يقول يكشف عن ذواته. محرجين ليه؟ ما تقولوا ذواته يا جماعه. الفيرجن الجديد قولوها بدل احنا هنقولها ويبقى انظاركم وحش. وعايزين لفظه جوز ام الله دي تتقال في الكنايس. ما هو كان جوز، واحنا بنكذب؟ يوسف النجار كان جوز ام الله، جوز العذراء على الورق بس جوز، والنص الكتابي بيقول ويوسف زوجها، والنص الكتابي بيقول خذ امرأتك. يبقى جوز ام الله ولا لا؟ بس أرجوكم تكونوا حريصين جدا في الحتة دي. ليه؟ لأن احنا لقباط شطار قوي إن احنا نأله البشر. انت اللي خلاكوا ألهتوا يسوع. ده انتوا ألهتوا جسد يسوع، مش يسوع كإله. جسده انتوا ألهتوه. البابا اثناسيوس الرسولي بيقول بالحرف الواحد واذا هو في الجسد الأقنوم الثاني فإنه اللي هو الله الابن يؤله هذا الجسد. يؤله هو الافضل، مش بتألهوا البشر او مش بتألهوا انسان، كلمه عامه. انتوا بتألهوا جسد المسيح.